يا مساء الفل حبايب سينيوريتا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده اللانكاشير او بسكوت اللانكاشير. طريقه سهله وبسيطه ومقادير كمان موجوده في كل بيت. كنت عملت معاكم قبل كده بسكوت النشادر والكعك بالطريقه المقدوحه والكعك بالبيكنج باودر والغريبه والبيتيفور بالسابليه. هسيب لكم كل مخبوزات العيد تحت في صندوق الوصف. هنبدأ مع بعض بالمقادير، وضروري نشوف الفيديو للآخر علشان لحد آخر دقيقة في حاجات هقولها لكم نحافظ عليه بنفس القوام من غير ما يطرى أو ينعم مننا لحد العيد. فضروري نشوف لآخر وقت. هنبتدي بالمقادير. عندي هنا كوباية من السمنة تكون يا إما بدرجة حرارة المطبخ يا إما من التلاجة، ما تبقاش سخنة أو دافية أبدا، يعني ضروري السمنة تكون ساقعة، كل ما كانت ساقعة كل ما كانت أحسن. عندي هنا كوباية من السكر البودرة. لو مش بتحبي الحاجة محلية قوي وخصوصا ان احنا هنلزقه لسه بالمربى فممكن تنقصي معلقة كبيرة مش اكتر. عندي هنا كمان 2 بيضة بدرجة حرارة المطبخ، رشة صغيرة جدا من الملح، معلقتين كبار من الكاكاو، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، وكمان فانيليا سائلة او كيسين من البودرة يدا يدا. عندي كمان هنا 2.5 كوباية من دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق البسكوتات. ماشي، مش هصعب عليكي، يعني عادي متعدد الاستخدامات بيبقى لو حاجة كويسة تمام هيشتغل معانا ويبقى حلو جدا. عندي هنا كوباية من النشا. سر جماله في النشا، سر اختلاف اللانكاشير في النشا، لانه بيخلي البسكوتية هشة وناعمة جدا جدا. هبتدي احط النشا على الدقيق وهحط كمان البيكنج باودر والملح. هقلب المكونات دي مع بعضها كويس واركنها على جنب دلوقتي. يبقى 2.5 كوباية من الدقيق، كوباية من النشا، نص معلقة صغيرة من البيكنج باودر، رشة صغيرة جدا من الملح. الكمية اللي انتوا شفتوها في بداية الفيديو من المقدار ده، يعني انا ما ضاعفتش الكمية ولا اي حاجة خالص. فبصوا 2.5 كوباية من الدقيق عملوا معايا مقدار حلو جدا جدا. هبتدي بعد كده بقى هجيب السمنة والسكر زي ما احنا شايفين كده. بصوا السمنة جامدة وده هيديني نتيجة كويسة. ينفع اشتغل بالمضرب اليدوي، ينفع اشتغل بايديا، ينفع اشتغل بمضرب الكهرباء، كله هيديني نفس النتيجة، بس هي الفكرة انه ممكن بايديا او بالمضرب اليدوي ياخد وقت اطول. ضروري اخد مقدار السمنة كامل علشان يطلع معايا المقدار مظبوط. وهحط السمنة على السكر البودرة. السكر البودرة كمان ضروري يكون منخول علشان يبقى تمام، مفهوش اي تكتلات، مفهوش اي حاجة مش ناعمة. هبتدي اضرب الاتنين مع بعض لحد لما يندمجوا مع بعض ويبتدي ياخد القوام شكل الكريم شانتيه مثلا او الكريمة. هيندمجوا مع بعض ولونهم كمان يفتح زي ما احنا هنشوف مع بعض كده. يبقى كده تمام بقى، جاهز معايا اكمل باقي المقدار. بصوا كده خلاص تمام، وما خليش في الجناب حاجة مش مضروبة، فاضرب المكونات كلها كويس قوي مع بعض. هبتدي اجيب الفانيليا وهاخد حوالي نص معلقة من الفانيليا او كيسين من الفانيليا البودرة، وهحط بضاية بضاية وابتدي اخلطها مع السمنة والسكر بالشكل ده. البيض كمان يكون بدرجة حرارة الغرفة، يعني ابقى مطلعاه من التلاجة وسايباه على الرخامة او في المطبخ قبلها بساعة مثلا علشان ما يبقاش ساقع معايا. اول ما اختفت البيضة الاولى ابتدي احط البيضاية التانية وهضربها بالشكل ده. هضربها لحد ما تختفي وبعد كده خلاص دور المضرب انتهى، سواء يعني بالمضرب اليدوي او بالمضرب الكهرباء. كده خلاص انا مش هحتاجه تاني. هبتدي بعد كده اتعامل بايديا علشان احس بملمس العجينة.
ضروري اخد كل مقدار الحاجة علشان يطلع معايا مظبوط، لانه البسكوتات من الحاجات اللي الى حد كبير بتبقى يعني حساسة في المقادير بتاعتها. هبتدي اجيب الدقيق والنشا والبيكنج باودر والخميرة وهقلبهم بالشكل ده، مش بحط المقدار كله مرة واحدة، بحط جزء جزء زي ما احنا شايفين كده. في الاول هقلب بسباتشولا او معلقة، وبعد كده ابتدي اقلب بايديا. برضو البسكوتات من الحاجات اللي مش بتحتاج لعجن كتير علشان ما يكونش فيها عرق، فتبقى ناشفة او بتقرقش، يعني تبقى مش ناعمة. فمجرد ان انا ما بحط الدقيق بدخل بس المكونات في بعضها، مش اكتر من كده. هحط باقي المقدار وهخلي حوالي معلقتين كبار من الدقيق. هقول لكم المعلقتين الكبار دول هنعمل بيهم ايه. هقلب المقدار كويس قوي مع بعض وابتدي اعجنه بايديا. يبقى انا مخليه معلقتين من الدقيق وكمان في معلقتين من النشا. هعجن المقادير كلها كويس قوي مع بعض. عايزه عجينه تبقى ناعمه، مش طريه خالص بتلزق ولا ناشفه بتشقق، تبقى العجينه مظبوطه وطريه وناعمه وبتتشكل بسهوله بدون اي تشققات. بصوا زي ما انتم شايفين هي لسه طرية شوية، لانه لسه في كمية من الدقيق ما اتضافتش، ولسه كمان في كمية من الكاكاو ما اتضافتش. بعد ما ادخل المكونات كلها مع بعض واجمعها، هبتدي بقى اخد الجزء اللي هعمله بالشوكولاتة وافصله عن الجزء اللي هعمله بالفانيليا. لو مش هتعملي بالشوكولاتة خالص او بالكاكاو، هتحطي طبعا كل كمية الدقيق دي، وممكن تحتاج منك العجينة كمان معلقة من الدقيق، لانه احنا يعني هنحط كاكاو، فممكن تحتاج منك كمان معلقة من الدقيق. فكده بصوا العجينة طرية شوية لسه، بس زي ما قلت لكم انا اخدت جزء كده هحط عليه كاكاو، والجزء التاني هحط عليه باقي الدقيق بالشكل ده. ده الجزء اللي هاخده اعمل بالكاكاو. هحط بقى باقي الدقيق وهدخله في العجينة كويس جدا وهقلبه مع العجينة، والجزء التاني هنبتدي نحط عليه الكاكاو علشان نعمله بالشوكولاتة. بصوا العجينة ناعمة جدا جدا وجميلة جدا. الشغل في المخبوزات بتاعة العيد حلو، حتى لو انتي ما عملتيش قبل كده هتعمليه وهيكون خطير وهتنبسطي جدا بالنتيجة. وكمان نوعية الخامات انت اللي هتبقي حطاها ويعني عارفاها وضمناها. بصوا كده المكونات كلها خلاص اندمجت مع بعض، مش محتاج ان انا ازود اي حاجة تاني، او حتى محتاجة ان احنا نسيبها تخمر، بنشتغل فيها على طول مجرد ما بنخلص كده. خلاص بصوا العجينة اتجمعت زي ما احنا شايفين، بصوا طرية بالشكل ده وناعمة جدا جدا زي ما احنا شايفين. هبتدي اخد الجزء بتاع الفانيليا واركنه، والجزء بتاع الكاكاو هجيبه واحط عليه. في الاول بحط جزء كده من الكاكاو، يعني انا مش بحط المعلقتين كاملين، يعني بحط مثلا معلقة او معلقة ونص وابتدي اقلبها مع العجينة. لو احتاجت النص التاني بحطه، لو ما احتاجتش يعني خلاص تمام. هقلب العجينة كويس مع الكاكاو لحد لما تبقى لون الشوكولاتة، بس طبعا مش في الطبق، يعني انا لخبطت الدنيا، فانا هجيب حاجة اعجن فيها. بالشكل ده. كمان ممكن كمية الكاكاو تتوقف على اللون اللي انت حباه، يعني ممكن تبقى حابة العجينة اللي بالكاكاو تبقى فاتحة فما تحطيش المعلقتين كاملين، ممكن تحطي اقل او اكتر زي ما انت عايزة. بس لو حطيتي اكتر من معلقتين ممكن تحتاجي ان انت تزودي نص معلقة صغيرة من السمنة على العجينة بتاعة الكاكاو، لانه ممكن ينشفها معاكي شوية. بصوا انا شايفة ان العجينة فاتحة، فانا هزود نص معلقة الكاكاو بالشكل ده، وهعجن الكاكاو كويس جدا
وبكده تبقى خلاص العجينة بتاعتي بقت جاهزة. خلصت العجينة هبتدي بقى اشكلها على طول. هجيب الصينية وهحط فيها يا اما ورق زبدة يا اما هدهنها بزيت او سمنة خفيف جدا جدا، وبعد كده هبتدي اشكل فيها بالشكل ده. انا بشكلها حاجات صغننة كده، كور صغننة قد البندقية او قد البلية، لكن انتي لو حابة اللانكاشير بتاعك يبقى اكبر وتعمليه كور اكبر براحتك خالص زي ما تحبي. بنبتدي ناخد جزء صغير كده من العجينة وبنبتدي نشتغل فيه. بصوا بالشكل ده، مش ببططها ولا اي حاجة، انا باخد الكورة زي ما هي وبحطها في الصينية بتاعتي. يفضل ان انتي تشتغلي في الصينية الفانيليا والشوكولاتة، علشان الشوكولاتة مش بنعرف التسوية بتاعتها لانه مش بنبقى شايفين اللون، فانا بحط في الصينية من الفانيليا والشوكولاتة علشان اول ما اللانكاشير بتاعي ياخد لون ذهبي من تحت خفيف بعرف ان الصينية بتاعتي كده استوت. بس برضو عايزة اقولكوا على حاجة، يعني انا ما احطش ايدي في العجينة بتاعت الفانيليا وبعد كده العجينة بتاعت الشوكولاتة فنلاقي العجينة بتاعت الفانيليا اغمقت من ايدينا، فممكن اشتغل نص العجينة بالفانيليا وبعد كده ابتدي اشتغل نص العجينة بالشوكولاتة. بصوا افضل من الجلافز درجة حرارة الايد علشان تخلي العجينة معايا طرية وناعمة ودافية بسبب درجة حرارة ايدي، فيفضل ان انا اشكلها بايديا مش بالجلافز. وكمان مش بين صوابعي، لا ده في راحة الايد زي ما احنا شايفين كده. بصوا بتتشكل بسهولة جدا جدا. طبعا انا بقعد وببتدي اكورها، مش بفضل واقفة، انا بس بوريكم وبعد كده ابتدي بقى اقعد واعمل الكمية كلها بالشكل ده. زي ما قلت لكم انا بعمل بحجم البندقية او البلية، ممكن تعملي اكبر شوية لو انتي حابة، او مش يعني مش حابة تعملي صغنن قوي كده زي ما انا عاملة. ممكن نيجي على نص التسوية كده او نص التشكيل ونلاقي العجينة نشفت، بنعمل ايه؟ بنلاقيها بتشقق او ناشفة. الكلام ده في نص التشكيل، يعني مش في البداية. في البداية بتبقى العجينة طرية ولينة وناعمة زي ما احنا شفنا. إيه، بنيجي بقى ناخد جزء من العجينة ونبتدي نطريه كده بايدينا، ودفع ايدينا هو اللي هيخلي العجينة تطرى معانا وترجع تاني تنعم وما تشققش مننا. بصوا الفرق، بصوا يعني انا بوريكم الفرق بين العجينة دي والعجينة دي. الكلام ده يسري على البيتيفور وكمان الكعك والغريبة واللانكاشير وممكن السابليه كمان. تمام، بندفي العجينة بايدينا وبعد كده بنرجع نشكلها تاني، بتتشكل معايا بسهولة وبتبقى ناعمة بالشكل ده. انا عملت الكمية كلها، بعد كده هبتدي اسوي. الفرن تكون سخنة من قبل ما ادخل الصواني الفرن. بظبط الفرن بتاعتي على درجة حرارة 180 وبحط الصينية في النص. يبقى الصينية الفرن تكون سخنة، الفرن تكون سخنة متظبطة على درجة حرارة 180 في الرف اللي في النص. أول ما تاخد اللون الذهبي بالشكل ده ببتدي أطفي الفرن وأشغل الشواية دقيقة. ما بتاخدش لون جامد، مجرد دقيقة بس الشواية أو دقيقتين، وبعد كده ببتدي أطفي وأخرجهم من الفرن. بياخد حوالي 12 دقيقة في الفرن. جهزت المربى اللي هلزق بيها وجهزت كمان الشوكولاتة الفورماسيل اللي هزين بيها. ممكن كمان تلزقي بالشوكولاتة. هقول لكم على حاجة مهمة جدا جدا في الموضوع ده، بس انا باخد كمية صغيرة كده من المربى وبحطها في النص وبعد كده ببتدي اضغط عليها فتخرج المربى من الجناب، يعني ببتدي الزقها انزلها في الشوكولاتة الفورماسيل وبتلزق في الاطراف او في الجناب كده داير ما يدور زي ما احنا شايفين. بصوا جزء صغير جدا كده من المربى وبضغط عليهم الاتنين مع بعض وبعد كده ببتدي الزقهم بالشكل ده. طبعا انت مش تعملي واحدة واحدة تلزقيها وبعدين تحطيها في الشوكولاتة الفورماسيل او في المكسرات. لا، انا بلزق كله بضغط عليه كله واحطه في الصينية وبعد كده ابتدي بقى انزله في الشوكولاتة الفورماسيل، وده بيكون اسهل من ان انا اعمل واحدة واحدة وانزلها في الشوكولاتة. تمام، ده بالنسبة للتزيين. عايزة اقول لكم كمان على حاجة، المربى بتخلي اللانكاشير يطرى او يرطب شوية.
المربى بتخلي اللانكاشير يرطب شوية. طبعا اي نوع مربى انت تفضليه، يعني تلزقيها باي نوع مربى انت عايزاه. دي مربى مشمش، تقدري تعملي بمربى تين او فراولة زي ما تحبي، لكن كل انواع المربى بتخلي اللانكاشير يرطب شوية، واحنا لسه فاضل على العيد يعني شوية، فاحنا ممكن نلزقه بالشوكولاتة. الشوكولاتة مش بتخليه يرطب، بيفضل محتفظ بالقوام بتاعه ونفس التسوية بتاعته بتاعة الفريش. لو انت هتعملي بالمربى ممكن تستني شوية قبل العيد وبعد كده تبتدي تلزقي. بس طبعا انا عشان الفيديو يعني يكون كامل فانا عملته معاكم بالشكل ده، وجبت حلويات كده زينت بيها لما نقدم بقى الطبق ده. حتى لو احنا ما عملناش مخبوزات تاني للعيد بتبقى حاجة حلوة جدا وسهلة جدا وما اخدتش اي وقت، يعني ما اخدتش اي وقت في التحضير. الحلويات اللي انا بحطها دي جاهزة من محلات مستلزمات الحلواني والتورت والحلويات، بيبقى عندهم حاجات حلوة كتير. وبكده الفيديو بتاعنا خلص، اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.